أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الواقع أيها الأحبة، لازلنا في بركات وخيرات شهر رجب، شهر الخير، شهر الله جل وعلا، وعندنا صلاة أيها الأحبة تصلى في الليلة الأولى من شهر رجب بعد صلاة المغرب. الرجاء الانتباه، واضح وقت تلك الصلاة بعد الانتهاء من صلاة المغرب تصلى تلك الصلاة. إذن صلاة واضح إن شاء الله، صلاة من صلاها في الليلة الأولى من شهر رجب دخل الجنة بغير حساب. واضح إيش قد أهمية هذا الشهر أيها الأحبة. إذن صلاة تصلى بعد صلاة المغرب في الليلة الأولى من شهر رجب، من صلاها دخل الجنة بغير حساب. الرجاء الانتباه، دخل الجنة بغير حساب. ما هي تلك الصلاة؟ واضح إن شاء الله. قال أن يصلي بعد صلاة المغرب 20 ركعة. 20 يعني ركعتين مثل صلاة الصبح. واضح إن شاء الله، يعني مثل صلاة الصبح 10 مرات، فمثل صلاة الصبح 10 مرات إيش قد راح يصير عندنا؟ 20 ركعة. واضح، أصلي ركعتين وأسلم، وأقوم أصلي ركعتين وأسلم، أصلي ركعتين وأسلم، أصلي ركعتين وأسلم. نية تلك الصلاة صلاة الليلة الأولى من شهر رجب، أصلي ركعتين صلاة الليلة الأولى من شهر رجب. واضح النية أيها الأحبة؟ مرة ثانية أعيد النية. إذن هنا كم ركعة؟ 20 ركعة، يعني 10 صلوات مثل صلوات الصبح، ركعتين بركعتين، كل ركعتين بعدهن تسليم. النية مال الركعتين أصلي ركعتي الليلة الأولى من شهر رجب قربة إلى الله تعالى. واضح إن شاء الله. في الركعة الأولى شنو راح تقرأ؟ يقرأ في كل ركعة واضح فاتحة الكتاب يعني الحمد، وقل هو الله أحد مرة. واضح. الركعة الأولى يقرأ بها الحمد وقل هو الله أحد مرة. واضح، يعني الإخلاص، قل هو الله أحد يعني الإخلاص مرة. بالركعة الثانية يقرأ الحمد وقل هو الله أحد. الآن واضح يتشهد ويسلم، ثم يقوم إلى الركعتين التي بعد هاتين الركعتين. هم يقرأ في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية أيضا يقرأ الحمد وقل هو الله أحد، ويتشهد ويسلم، ثم يقوم أيضا إلى ركعتين، إلى أن 10 مرات. واضح إن شاء الله مثل صلاة الصبح. في كل مرة في الركعة الأولى يقرأ الحمد والإخلاص، وفي الركعة الثانية يقرأ الحمد والإخلاص. والأخوة الأعزاء يقدرون يرجعون إلى كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، يلقون أعمال الليلة الأولى من شهر رجب ويطبقون. جزاكم الله خير. واضح. الآن لما كمل الركعتين الأولى والثانية وسلم بين كل ركعتين، واضح إن شاء الله، ويسلم بين كل ركعتين ليحفظ. شنو النتيجة أيها الأحبة؟ في أهله. هاي نتيجة الذن اللي هنا عبارة ما يأخذن يمكن 10 دقائق، ما يأخذن 10 دقائق. واضح. النتيجة ما هي؟ الجزاء في هذا على هذه الصلاة ما هي؟ ليحفظ في أهله وماله وولده ويجار من عذاب القبر، يخلص نفسه من ضغطة القبر ومن عذاب القبر، ويجوز على الصراط، لأن الصراط صاير على نار جهنم. واضح. ما بين الشخص لكي يدخل إلى الجنة لابد أن يمر على هذا الصراط، والصراط وين صاير؟ فوق نار جهنم. ويجوز على الصراط. شلون السرعة مالته؟ قال كالبرق الخاطف من غير حساب. واضح إن شاء الله. إذن صلاة سهلة أيها الأحبة، نصليها في الليلة الأولى من شهر رجب بعد صلاة المغرب حتى ندخل الجنة بغير حساب أيها الأحبة. إذن صلاة نصليها بعد صلاة المغرب حتى واضح في الليلة الأولى من شهر رجب،
واضح، حتى ندخل الجنة بغير حساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.